السلام عليكم. شاهدوا ماذا قال الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على النيجر. يلا نشوفوا التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو يا اخواني واخواتي نشوفوا ردة الفعل ديال الإعلام الجزائري. كنقول لكم ديروا متابعة وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وشكرا جزيلا لكم. يلا نشوفوا. مدرب في المستوى وحده تكتيكيا اللي اكسيلون. انا رايي اللي اكسيلون. ثانيا المدرب ياخذ سي ريسبونسابيلتي علاه، لان في ليكيب اللي راحت لدومي فينال كوب دي موند كاين بامال مدرب كيقول لك مدرب عندنا ناضي، اللهم بارك. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ضربونا بالعين. دو جوار كمل. اللي نحاهم وتطلع دوطر جان. سي با فاسيل دو الفار. ليكيب اللي تديك دومي فينال تغير صافي دير دار دو سون نوفو. درك في الحقيقة الركراكي عنده هاد القضية كيقلب على المواهب الشباب ديما، كيآمن بالشباب. تبارك الله. ريست بروفي في هاد لا كوب دافريك نشوفوا. نعم. المنتخب المغربي يضم عدة عناصر اللي عندها جودة جدا عالية فوق أرضية الميدان. نعرف أن المنتخب المغربي كان رابع قولوا ما شاء الله، لا تضربوناش بالعين. قولوا ما شاء الله، تبارك الله، اللهم بارك. منتخب في كأس العالم الماضية. يعني هذا يعني سي تنديفي لازم يحافظ عليه المنتخب المغربي، وخاصة أننا نعرف أن المدرب ركراكي غير الكثير. راه كيحسدونا على هذا المنتخب اللي عندنا يا اخوان واخواتي. راه ما كرهوش يكون عندهم منتخب بحالنا. اليوم راه ربحوا بثلاثة ولكن بزز، وقفات لهم هذيك الفرقة. من اللاعبين غير 11 لاعب، وين تكلم وقال باللي كاين لاعبين أرى أن المردود تاعهم من كأس العالم إلى الآن لم يعجبني ولم يقنعني. تبارك الله على المنتخب المغربي. مبروك للمروك. لا كوب دي موند في تبون الليلة اللي تبون غيمرض، غيشوف المغرب رابحة ما يحملش راسه، غيقول لها المغرب ربحات صافي غيمرض. تتوجع عند الزهرة وتقول لها واش اداني لهذا البوليتيك يا الزهرة، واش اداني. يا مبروك للمروك. يا تبون راسك اليوم ما غيتفرقع بسبب المغرب. عالم والله العظيم، لا لا. تد... تد... لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا هذا، سمع شي يقول، سمع. المغرب ربح ابراهيم دياز، وحنا ربحنا ابراهيم الرخيص. هذه هي الخلاصه ديالها. وحنا ربحنا ابراهيم الرخيص اللي مقيوم علينا غالي. المهم، هذه حقيقة. الف مبروك المنتخب المغربي. شكرا لك. والله لا شو حنايا ربحنا ابراهيم دياز، والجزائر ربحات ابراهيم رخيص. صافي اش عطيت يدير دولة تما في شتي ندوف. يتفقسوا يا اخوان واخوات. اغلى قيمه سوقيه في العالم، يعني ما شاء الله. القيمه السوقيه يعني شفت المغرب ما شاء الله راهم كلاسين الثالثين. اغلى قيمه سوقيه في العالم، يعني ما شاء الله. يعني هذا الشيء كامل، ويجيك واحد راسو مكربع يقول لك هاودي المغرب فريق ضعيف وفريق. حنا دوك حصلنا مع بوتسوانا رانا نطلبوا هذه الليله هذه باتوا يطلبوا في الجوامع. يا ربي نفوتوا معاهم. وبحال واش بقاو داروه، بقاو اليوم كانوا كيطالبوا يا ربي نربحوا بوتسوانا، يا ربي نربحوا بوتسوانا. ترى الجزائر عالمي يا اخواني واخواتي. سمع شي يقول. انا لاش تحكي لي على المغرب؟ تكلم على المستوى اللي هرب علينا كاملين، لا في افريقيا راه هو اوروبا كيف عندك الحق فيه. شوف غير اللعابه اللي اختاروا المغرب. هما اللعابة تبارك الله، اللهم بارك ما شاء الله. خافوا ضربونا بالعين يا الجزائر. انت باين عليك ود الناس، ولكن الاخرين لا نخافوا يضربونا بالعين. لعاب جوليان هذاك واحد اللعاب بدل الجنسيه ديالهم بلجيكيه المغرب، عنده 20 عام، غادي يلعب مع الاوفان ديال المنتخب المغربي. نتمنوا له التوفيق. الناس راهم تلعب، الناس راهم يجيو. الحركيه في الحقيقة تبارك الله على ولد الركراكي. تما كانوا المواهب الشباب كيقلب عليهم، ما كيبقاش يقلب على لاعبين كبار، لا كيبغي ديما تجديد. خدامه ما شاء الله. نتمنوا له ما شاء الله، اللهم التوفيق. بارك. راه المنتخب القيمه السوقيه يعني اخواني واخواتي، كيف ما شفتوا ردة الفعل الاعلام الجزائري، كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وكنقول لكم ديروا متابعة وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وتفاعلوا معنا في التعليقات وقولنا الرأي ديالكم. وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.